الإسكندرية تقدم سنين وراها سنين بتحكي، ايدين معاها ايدين بتبني. مذيعتنا العزيزة مشغولة في إيه؟ بكتب حجز هبعته للتنسيق. وروح بتنقل نبضها للناس، لجوه القلب نور يسري، أثير موجة يطير ويهفهف، يخلي الحلم علم، يغني في الميعاد اهو بالظبط قدام الاستوديو، والهندسة مستعدة للعمل والإبداع. كأنه كان امبارح ولسه بكتافنا شايلين القضية. ثقافة جيل بيعلى ويعلى، إذاعة عريقة أصيلة عافية. ومن هنا مكتبة الشرايط بترحب بيكم، نعدي نسلم لغيرنا الكلام، وجيل بعد جيل بيحلى العلام، يكمل رسالة أسد كبار، وموجة بتهدي لموجة السلام. ساعة حب، ساعة رد الجميل، رد الجميل لجيل جميل. جميل. أساتذة FM، الإعداد والتقديم خالد السيد. أهلا بحضراتكم أعزائي المستمعين ولقاء جديد أساتذة FM. أنا مش عارف أقول لحضراتكم المشاعر الجميلة اللي حصلت قدامي حاليا، ما عنديش أي حاجة ممكن أقولها غير إن أنا أوصف اللي حصل. الحقيقة إيه كمية الحب اللي كانت موجودة دي، إيه كمية الأحضان والسلامات والطيبات والحاجات الجميلة جدا اللي حصلت قدامي وشفتها حالا دلوقتي، ما ينم عن حب الناس لضيفتنا الكريمة اللي موجودة معنا النهاردة. ضيفة جميلة جدا، اسمها من الهدى، اسمها من الأشياء اللي ساعات بنحتاج لها، دايما بنحتاج لحد ينور لنا الطريق يهدينا. الحقيقة هي كانت طبعا معدة وصوتها يمكن ما كانش موجود كتير، ولكن غير صوتها هنلاقي ان زي احنا مهندس الصوت عندنا اعزائي المستمعين لما بيتكلم معانا وبياخد ويدي بالاغاني من بره، المعد هو اساس العمل هنا، يجب ان نقدم له تحية كبيرة جدا جدا. ضيفتنا هنتعرف عليها من خلال البرومو، واولا بنرحب بزميلنا الجميل الفاضل الفنان محمد فوزي. اهلا بيك يا محمد على المكسر. نسمع من فضلك البرومو التعريفي لضيفتنا النهارده ونرجع لحضراتكم مره تانية. عزيزي، لو كان قلبك قلب جميل يبقى اكيد بتنزل للشارع تناقش مشاكل المجتمع وجها لوجه مع المواطنين. أما الحب الحقيقي ما يتنسيش طول السنين. لفكرة خدمة الشباب ونفعهم هو أن تساعدهم على الوصول إلى فرصة عمل. وأكيد كله يهون علشان خاطر أحلى عيون. وهل هناك أجمل من عيون الوطن؟ نسعى لرفعته وعلوه، وعشان كده قدمت لحضراتكم علشان بلدنا. وأما سمعت الندى اللي بيقول يا اسكندراني يا اسكندراني يا اسكندراني، شطرنا دهني والمجراني، قالت مفيش أعز من الاسكندراني والاسكندرانية، وقدمت لهم ليالي اسكندرية. ضيفتنا اليوم الأستاذة هدى حمدي. ساعة حب، ساعة رد الجميل، رد الجميل لجيل جميل. جميل. أساتذة FM.
ورجعنا تاني بعد زميلنا العزيز محمد فوزي ما سمعنا البرومو التعريفي، واستاذتنا القديره الاستاذه هدى حافظ. هدى حمدي عفوا. الاستاذه هدى حمدي، معلش انا اسف. ولا يهمك. ازاي حضرتك؟ ازيك يا خالد، عامل ايه؟ شفت كده هتغلطي في اسمي برضه. لا ما اقدرش. محمد قلت خالد تاني. اصل اسامي محمد دي في القلوب طبعا. لكن خالد ده سيف الاسلام. عايز ايه تاني؟ اخبار حضرتك؟ انا الحمد لله بخير، طول يعني ما انتوا بخير. ايه بقى كميه الاحضان والمقابلات الجميله اللي شفناها بره مع دخول حضرتك؟ انا اولا علاقتي باي حد بتبدا بالمحبه، والحب هو اساس اي حاجه جميله. حتى لو انت بينك وبين اي حد علاقه، او يعني هو بيمقتك شويه مش قادر في بعض يعني عايزه اقول ايه، بعد الخلافات البسيطه بين الحب او بانك انت تقرب منه، اكيد هيزيل كل ده. وربنا سبحانه وتعالى له ايه في القران الكريم، في ايه كريمه اللي هي بتقول او ما معناها ان ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه فكانه ولي حميد. انا الحقيقه ده نبراس حياتي، ان انا لازم ادفع. نمره 2، انا عشت في اسكندريه هنا 33 سنه مع جوزي الله يرحمه ومع اولادي. شوف ال 33 سنه عباس. الله يرحمه باشمهندس عباس، الله يرحمه ورحمه واسعه. امين يا رب. انا عشت هنا 33 سنه، عشتهم في الاذاعه باطراحي بقى وافراحي، وهم شاركوني كل حاجه، شاركوني حياتي، شاركوني. وانا كمان ما كنتش ببخل عليهم بالمحبه ولا بالصداقه. وانا عملت صداقات كتيره جدا. تعرف يا خالد علاقتي بالمسؤولين، لان انا كانت علاقتي مع المسؤولين مباشره كانت علاقه صداقه ومحبه. الى الان في ناس بيبعتوا لي بيسلموا عليا ويهنوني، وده شيء احنا هنطلع بالدنيا كلها مش هيبقى غير بالحب صح. اللي احنا شفناه. والحب ده جميل جدا. انا النهارده سعيده. اولا انا عايزه اشكرك، اقدم لك يعني الشكر العظيم لانك انت عملت البرنامج ده. دي اول حاجه. وده نوع من انواع رد الجميل زي ما انتوا قلتوا في التتر، وبتحاولوا ان انتوا يعني تحيوا يعني الناس اللي بذلت جهد وعاشت، وكانت فتره جميله جدا في حياتنا احنا ككبار، وانتوا بتحاولوا ان انتوا يعني تردوا لنا الجميل. نمره 2، وده اهم حاجه، ان الجيل يعني اللي بيمشي ما بيجيش تاني، والايام اللي عدت مش هتيجي. احنا شفنا في الاذاعه دي اجمل ايام، انا شخصيا اجمل ايام حياتنا، اطرحنا قبل افراحنا، كنا مشاكين. اذاعه اسكندريه تتميز بحاجه، انا عشت في القاهره واشتغلت في القاهره في اذاعه الشباب والرياضه، ودلوقتي يمكن لما اتنقلت قبل ما اطلع معاش وكنت بشتغل شويه في بعض يعني اذاعه القاهره الكبرى ولا حاجه. انا اذاعه اسكندريه كانت تتميز من يوم ما دخلتها سنه 87 انها اسره، عارف، اسره مكونه من اب وام واخوات. الله، حاجه ما عندكش فكره. فعلا كان في دفء، كان في علاقه اسريه مش ممكن تلاقيها في اي اذاعه تانية. ما تيجي نبتدي من الاول بقى. نبدا من الاول خالص كده. ونقول حضرتك كنت بتحبي تسمعي الاذاعه قبل ما تلتحقي بالعمل في اذاعه الاسكندريه، او عموما كمان الشباب والرياضه زي ما حضرتك قلت؟ لا، هو انا الحقيقه كانت بدايتي صحفيه. انا كنت بشتغل صحفي. انما ما كنتش بسمع الاذاعه خالص؟ لا، ازاي؟ انا ما كنتش انام الا على الشرق الاوسط، على البرنامج العام. الاذاعه يا خالد بالنسبه لجيلنا كانت هي الاساس، وهي دي الوحيده اللي عندنا، ولا عندنا نت ولا عندنا فيسبوك ولا عندنا تلفزيون. لا يعني احنا مواليد الخمسينات. ربنا يديك الصحه. الله يخليك. انا مواليد 59 فحياتي. قصد حضرتك 95، يمكن الرقمين جم عكس بعض. شفتيهم غلط. الحمد لله والشكر. ربنا يدي حضرتك الصحه. الله يخليك. لا، ده الاذاعه دي كانت رفيق لينا. احنا ما كناش نذاكر على انا صوت العرب، البرنامج العام. طبعا ما كانش، يعني انا كنت مقيمه في القاهره، حياتي احنا قاهريه يعني وعايشين في القاهره. انما اسكندريه لما اتجوزت جيت قعدت واشتغلت. كان بدايتي بقى، انا كنت اخر محطه ليا في الصحافه كانت الاذاعه والتلفزيون، مجله الاذاعه والتلفزيون. فحصل ان الاذاعه اعلنت عن اعلان طلب. فكانت سكينه فؤاد الله يمسيها بالخير او يرحمها، كانت هي مديره التحرير. فقالت لنا الصحافه مش هتديكم فلوس دلوقتي، عشان كان في حاجه عملها السادات اسمها الرسوب الوظيفي.
فالصحافه كلها المجلات والجرائد افلست، فما فيش موظفين، يعني مش هيوظفونا او مش هيعينونا، فقالت لنا روحوا يعني كنتوا بتعملوا كده بنظام القطعه؟ انا كنت باخد 20 جنيه في الشهر. لكن انا ما كانش يهمني الفلوس انا وزمايلي قد ما يهمنا ان احنا نخش نقابه الصحفيين. وبعدين الصحافه كانت اياميها في الثمانينات دي، الكلام اللي بقوله لك ده كان سنه 81 و82 لما اتخرجت يعني. الصحافه كانت شيء مهم، كانت عمود اساسي في المجتمع او في مصر يعني. فاحنا لما رحت بقى قدمت ونجحت واشتغلت شويه في الشباب والرياضه، جيت بقى الباشمهندس حبيبي خطفني فجابني على اسكندريه، اشتغلت هنا. بدات يعني الاول كان الاستاذ صابر مصطفى الله يرحمه هو كان مدير الاذاعه. وحضرتك طبعا قلت لنا ان كنت اصلا يعني كنت مقدمه ايضا برامج او لا انا بعد 10 سنين من شغلي انا امتحنت سنه 2011 صحيح. 2010 بعدها قامت الثوره 2011 فالدنيا اتكركبت، انا امتحنت ونجحت مذيع. ولذلك انا عايز اصلح الخطا بقى. لا والمعد مالجا، المعد اساس. انا لسه كنت بقول على فكره انا بفتخر ان انا كنت دور مهم جدا. وبعدين انا الحمد لله والشكر لله يا خالد، يمكن على مدار 33 سنه اللي اشتغلتهم في اسكندريه عملت الحمد لله برامج وانا بعتز بيها، وكلها كانت برامج الحمد لله من وجهه نظري البسيطه المتواضعه انها كانت الى حد ما بتفيد المجتمع. انا كنت بشتغل الا مع المواطن والمسؤول عشان اوصل، يعني عشان اعمل له خدمه. ما هو المواطن الغلبان اللي في الشارع اللي ما يعرفش لا عنده ضابط قريبه ولا عنده وكيل وزاره عايز ايه؟ عايز يقضي حاجته. فانت لما تبقى، ودي على فكره كانك بالظبط بتقدم صدقه جاريه لحياتك. الحاجات دي قلناها في البرومو التعريفي لحضرتك. انا فاهمه وقلناها وكانت خلينا بقى نرجع ونكمل بقى. احنا نزل اعلان، احنا زي ما قلنا كده حضرتك نزل اعلان وانا رحت امتحنت ونجحت. نجحت. اشتغلت بقى شويه صغيره وبعدين اتجوزت فجيت اسكندريه. بس ما كنتش يعني اياميها كان لازم انت لما يجي بقى الامتحان بتاع حضرتك كان سنه 81 تحديدا؟ لا كان سنه انا ما رضيتش اسال حضرتك لا طبعا الميلاد ما رضيتش، ملوش لازمه. لا ليه؟ انا امتحاني كان سنه 3. اما انا بقول لك انا اشتغلت الصحافه 3 سنين. انا اتخرجت 81 واشتغلت لغايه 83 في الصحافه. قدمنا في سنه 84 تم يعني قدمت في شهر 10 تقريبا الامتحان، على بال ما ظهرت النتيجه مش عارف ايه، كان سنه 84. تمام. انا سنه 84 بقى قعدت اشتغلت شهرين وبعدين عملت زي حجز وظيفه عشان اتجوزت وسافرت. فبعدين بعد سنه 85 جم قالوا لي بقى ان انت لازم تيجي عشان سنه 87 لازم نتثبت. كان في اياميها لازم الدفعه تتثبت، الدفعه بتاعتنا كان لازم تتثبت، وده كان لازم نرجع بقى للقوى العامله لان كان لسه القوى العامله شغاله يعني. وبعدين طبعا انا كده وظيفتي موجوده، فقعدت شويه في القاهره سنه 87 وبعدين اتنقلت على هنا. كنت بقى جايبه محمد ابني، يعني انا كان عندي عشان كده بتقولي محمد من بدري. هو اغلى طبعا. هو اغلى طبعا. الحمد لله. تمام. يعني ابتدينا بقى نخش في العمل الاذاعي وتتذكري بقى اول حاجه حضرتك عملتيها وابتدى بيها علاقه حضرتك او الناس تعرف حضرتك بيها في بص البرنامج بتاع الوسط الاذاعي يعني. لا بس قبل الموضوع ده انا كان في برنامج اسمه ريبورتاج هنا في الاذاعه وما زال موجود مش كده، بس دلوقتي حتى بتعملوه في لما بيبقى فيه دورات اذاعيه. بس انا عملت دورات تدريبيه للاذاعه. انا عملت البرنامج ده من قبل ما اجي اسكندريه ولا اعرف ان انتوا كان الاستاذ صابر مصطفى هو اللي عمله تقريبا ايام التدريب يعني. الله يرحمه ويرحم كل امواتنا الصالحين. انا كنت بعمل البرنامج ده بقى في الصحافه. الريبورتاج ده كنت انا عاملاه حتى كان في صباح الخير، مجله صباح الخير، كنت انزل واشوف المواطن ومشاكله واروح للمسؤول. فانا رحت طبقت اللي انا كنت بعمله. ده اول حاجه يا مدام هدى ابتدينا بيها ده في الصحافه. حياتنا الاذاعيه. لا حياتنا الاذاعيه لا حياتنا الاذاعيه ابتديت بحاجه اسمها علشان بلدنا. كان في برامج ايضا في البرومو التعريفي. علشان بلدنا ده الكلام ده كان سنه 93 بعد الزلزال. فكرت ان انا اعمل ايه ساعتها سوزان مبارك الله يديها الصحه بقى عملت حاجه اسمها
انها تجمع اموال عشان تعيد تاني بناء بعض المباني المتهدمه وتدي لغير القادرين. فانا خدت بصراحه فكره ان انا اخد الفلوس دي من الناس، ورحت بقى بدات مع رجال الاعمال، عشان بلدنا كانت مع رجال الاعمال ومع مين ومع الجمعيات الاهليه، تمام. عشان نقدم خدمة. للمواطن خدمه ونقدم له مساعده. دي كانت اول برنامج، وكان مع الزميله لمياء علي ربنا يديها الصحه. امين يا رب. نفس يعني في نفس التوقيت عملت حاجه اسمها فرصه عمل. نرجع حته صغيره كده، معلش صغيره. مين دفعه حضرتك تتذكريهم كده بالخير؟ اكيد يا مدام هدى. بص تتذكري بقى مين اللي دخل كان مع حضرتك هنا الدفعه اللي كانت بص بقى الدفعه بتاعتي دي كلها، بس انا ما كنتش معاهم لان انا كنت في القاهره. بس انا لما جيت، الله يرحمها حبيبه قلبي وطيب ثراها، عزة بسيوني، مدام عزة، دي اول واحده التقيت بيها في اذاعه اسكندريه وانا داخله من الباب، وبدا بيننا وبين بعض لقاء. استاذ انس الغريب كان موجود معانا الاسبوع. ربنا يديله الصحه. عزة دي بقى الاسبوع يعني قبل اللي فات. صديقه وصدوقه دي كانت دفعتي لانها قدي في السن. كام 24 سنه هي؟ لا حضرتك. انا عندي النهارده 65 سنه. ربنا يديك الصحه. الله يخليك. الحمد لله والشكر لله. بعدين مش باين يا مدام هدى. انت بتهيألك. لا حضرتك هو دايما الانسان بالمحبه اللي بيلاقيها. والله اعزائي المستمعين اللي شفتوا النهارده منظر جميل جدا جدا، مجموعه كبيره من الزملاء منتظرين حضرتك بشكل خاص. والله انا كمان كنت سعيده بمكالمتك وان انا اجي. طبعا شرفينا. وكمان يمكن حابب اهني استاذنا ايضا العزيز الاستاذ صبري عبد الغني، حبيب قلبي. طبعا الحقيقه يعني الحقيقه منتهى العطاء لهذا المبنى. وانا لسه كنت بقول له هفتقدك، لان هو طبعا خلاص يعني عيد ميلاده. ربنا يديله الصحه. ربنا يا رب يديله الصحه. بنقول له كل عام وانت بخير يا رب، وصحه دايما يا رب ان شاء الله. نرجع بقى تاني يا مدام هدى للدفعه بتاعتنا، مدام عزه ولمياء اللي قريبين من سني. استاذه لمياء يمكن كانت في اداره التعليميه، ما هم كانوا اتنقلت بعد كده راحت اداره مش اسمها البيئه البرامج البيئيه. صحيح. بس قبلها كانت مدام ماجدة عبد الحميد، هي مديرتها. صحيح. الله يرحمها رحمه واسعه. كانت اسمها اداره المنوعات، مدام ماجدة عبد الحميد ومدام فريده حماد ربنا يديها ايضا. الله يرحمهم جميعا. تمام. بعدين اشتغلت بقى في ادارتي جوه. يعني دفعه حضرتك كانت استاذه لمياء، مدام عزه بسيوني. لا لمياء اصغر مننا شويه. هي عزه وربيع السير الله يديله الصحه. مجدي فكري، استاذ مجدي استاذنا حبيب قلبي استاذنا. وعبد الكريم مخيوم طبعا استاذنا صديقي وحبيبي، وكان رفيق دربي على في الاداره وفي العمل. انا اشتغلت مع عبد الكريم اكتر واحد. يعني لمياء وعبد الكريم الاثنين انا اشتغلت مع كل الناس. وحبيبه قلبي ربنا يديها الصحه والعافيه حنان السماك برضه اشتغلت معاها. يعني منوعات. هي منوعات. لا اشتغلنا حاجه في رمضان. عاطف ابو زيد حبيبي. ده بس هو مش دفعتي، هو اصغر مني. انا بتكلم على اللي من سني. حد واحده ست بتقول الدنيا راجل اصغر مني ينفع؟ مفيش راجل ما ينفعش يا مدام هدى. مع انا هنا في الاذاعه كنت معروفه مش ان انا يعني هدى حمدي الزميله، لا هدى حمدي مامتهم، هدى حمدي اختهم الكبيره. لان انا كنت بحب قوي ان انا يعني يبقى دي العلاقه. فهم عارف ربيع ومجدي وعزة دول انا كنت بعتبرهم اخواتي الصغيرين. شوف بقى بيني وبينهم ما فيش حاجه. اشتغلت كمان مع نيوديلي حبيبتي ابو شبانه، واشتغلت مع عبد الحليم حاتم كان موجود ضيفنا ايضا. حبيبي عبد الحليم. عبد الحليم يعني شخصيه من الشخصيات المحترمه. طبعا استاذ. هو بص يا خالد، انا لما جيت بعمل القاهره ما كانش الاستاذ صابر ما كانش يعرفني، وما كانش يعرف ان انا معد برامج ولا حاجه، فطلعني في التنسيق. قعدت في التنسيق 3 سنين. انا اوريك بس ان ربنا سبحانه وتعالى بيعمل ايه للانسان، وكل محنه وراها منحه. انا قعدت 4 سنين وكنت زعلانه جدا ان انا مش انا واحده صحفيه كنت. طب ازاي ما مارسش وازاي اقعد؟ اداره التنسيق على راسي طبعا وعلى عينيا، بس مش مجالي. طبعا بس مش مجالي. عايزه برامج، انا عايزه جه حلمي البلوك الله يرحمه طلع قرار. تخيل انا ما عملتش مشاكل ولا رحت رفعت قضيه، مع ان ناس كتير يقولوا ارفعي قضيه عشان تاخدي حقك. لا 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 لا
لقيته راح مطلع القرار ده هو اللي خلاني اتنقل من التنسيق وانزل في اداره الخدمات سنه 93. من 93 يعني عارف انت بقى لما تبقى واحد جديد والناس مش عارفه انت امكانياتك ايه ولا عندك ايه، بمجرد ما اشتغلت اماه لميه معايا وعملنا برنامجين وربنا وفقنا فيهم وكانوا واخدين يعني سكسي زي ما بيقولوا لا كان لهم اصداء يعني عارف ان انت تتكلم مع رجال اعمال في وقت صعب شويه ان رجال اعمال يقدموا لك مبالغ ماليه للي انت عايزه مش ليا انا كنت ببعت لهم الناس اللي عايزين الخدمه. فرصه عمل كانت بدات الحكومه بقى تشيل ايدها من وكل عامله تنتهي فالشباب عايزين يشتغلوا، فكنت اسجل مثلا مع شركات كبرى. كان بدات بقى السوبر ماركتات الكبيره تبقى موجوده في بدات اعمل علاقات مع الناس بتوعها وبدات اشتغل، فده عمل صدى طيب. ده ادى بقى للزملاء حبايبي ان هم يثقوا فيا ونبدا بقى نشتغل، فاشتغلت مع 3/4 الزملاء وكلهم كانوا عايزين يشتغلوا معايا بالحب يا مدام هدى. بالحب. الصحافه اثرت على يعني ادت لحضرتك دفعه بشكل او اخر؟ انا طول عمري احب الصحافه من وانا طالبه في الجامعه. لا يعني بعد كده في عمل حضرتك الاذاعي انا ما هو انت لما تبقى لما حضرتك تبدا إيه صحافه. ايوه تمام. والصحافه دي بتبقى ما هي اكتر حاجه ملتصقه بالمجتمع هي الصحافه صح؟ صحيح. والاذاعه لسان حال المواطن. وبعدين الاذاعه المحليه دي لابد ان هي تكون لسان حال المواطن بتاعها. هي خدميه اصلا. فالعلاقه بينك وبين المواطن لازم تبقى مفتوحه عشان توصل له للي هو عايزه. هيثق فيك ازاي يا خالد؟ ما كنتش تحل له مشكلته. ننتقل بقى بعد كده بدأنا بقى البرامج، وبعدين عملت برنامج اسمه وجها لوجه. البرنامج ده عملته يعني بمجرد قدوم المحافظ عبد السلام المحجوب. وعلى فكرة عبد السلام المحجوب الله يرحمه هو اللي اداني الدفعة، لأن أنا كنت طلعت معاه أول مرة في لما جه اسكندرية 97 وأنا خرجت معاه عشان أغطيه إعلاميا. واحنا ماشيين راح قال ايه انا هعمل حاجه اسمها اداره الخدمات لخدمه المواطن. اداني الضوء الاخضر. ورحت عملت برنامج كان الاستاذ نبيل عاطف الله يرحمه رحمه واسعه، قدمت له البرنامج فوافق عليه. كنت انا مع رؤساء الاحياء والمحافظ. المعد الشاطر بيلقط الحاجه يا مدام هدى. انا يعني لو اي حد تاني كان مع سيد المحافظ في هذا الوقت ممكن ما كانش تجيله الفكره دي. اصل انا بص يا خالد انا طول عمري احب قوي اخدم الناس البسطاء. دي طبيعه فطره. لما لقيت المحافظ عنده خلي بالك هو كان جاي بعد الجوثاقي. الجوثاقي ما كانش بيدي لحد فرصه انه يتكلم معاه. وانت كاذاعه لازم تفرض وجودك لحل. الناس مش هتحترمنا الا اذا كنا بنحل لهم مشاكل. ولا انا غلطان؟ لا تمام. وانت لازم توصل ليهم باي طريقه. انت اللي هتوصلهم حلقه الوصل. امال ايه؟ فالبرنامج برضو ده بس يعني تخيل لو قعد حوالي 20 سنه. لانه من 7 انا مشيت 2000 لا بس هو توقف في 2011 توقف 2011 2012. ما لقيتش بقى كان بقى الدنيا اتلخبطت وما كانش فيه بقى الموضوع والمواطن كله بقى سايحين على بعض زي ما بيقولوا. فتوقف. عملت بقى حاجه تانية مش انا اللي عملتها برضه عشان ما نسيبش حاجه مش بتاعتي. رجاء بسيوني حبيبه قلبي ربنا يديها الصحه والعافيه، ومدام عفاف المعداوي استاذتي وحبيبتي. مدام عفاف المعداوي ما فيش حلقه عدت الا لما ذكر اسمها فيها بصراحه. بسم الله ما شاء الله. هي استاذتنا ساره طبعا. هي زي همه مصطفى زي بسم الله ما شاء الله حاجه بنفتخر بيها وبتفخر حضراتكم كمان يا مدام. كل اساتذتنا احنا كلنا يعني حتى لو ما تشتغلناش تحت ايديها احنا اتعلمنا منها. خلينا ان شاء الله طبعا زي ما بقول كده احنا الوقت بيسرقنا والكلام الحقيقه كلام جميل جدا 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 ومتواصل. ودائما الحقيقه بنسعد بوجود كل من قدم لهذه الاذاعه كل شيء جميل. مدام هدى حمدي من الناس الحقيقه اللي قدمت كل شيء جميل. خلونا ان شاء الله نستكمل باقي هذا الحوار الممتع مع استاذتنا الكريمه الاستاذه هدى حمدي بعد موجز الانباء. ساعة حب. ساعة حب. ساعة حب. ساعة رد الجميل. رد الجميل لجيل جميل. جميل. أساتذة FM.
دائما ما نذكر حضراتكم ونذكر انفسنا بان مقوله قالتها لي استاذتي الفاضله الاستاذه عواطف عبد السلام، قالت لي زميلك مهندس الصوت اللي موجود بره 50% واكتر من 50% كمان، ومحمد فوزي الحقيقه النهارده بيثبت ان هو اعلى من 100% كمان. الحقيقه عاد البرومو التعريفي مره تانية الحقيقه، لان مدام هدى من الناس اللي تستحق الحقيقه كل تكريم. مدام هدى هنرجع لحضرتك مره تانية وحوارنا الممتع. انا بشكر يعني محمد فوزي طبعا الحاجات الجميله اللي عملها، بشكرك لمجهودك يا خالد. نسرين، حضراتكم والله فاطمه، كلكم اولادي. فاطمه ونسرين الحقيقه ما شاء الله. وسميه لطفي، سميه طبعا مؤدة شاطره جدا، وامل درويش، كل الناس استاذتنا الحلوه امل دي. طبعا امل كمان انتوا اختنا حبايبي. واستاذه. عايزه اقول لكم ما عندكمش فكره انا سعادتي النهارده قد ايه يا جماعه. عايزين نرجع نقول المعد ده، عايز اقول لحضراتكم النواه بتاع الفكره، ومدام هدى كان انا عندها يمكن عشان كده انا دخلت معد ليه في بدايه. على فكره انا بعد كده بقيت مذيع بس للاسف الشديد ما وصلتش الاذاعه. لما طلعت معاه اشرحوا مدين لي ما علينا. بس هرجع اقول حاجه، مدام هدى طول عمرنا حتى وان كان حتى في الاعداد كنا بنشوف من حضرتك مخارج الالفاظ، الضاء والذال، كنا دائما بنشكر في هذا الامر يا مدام هدى. بص يعني الحمد لله والشكر لله، يمكن ده توفيق من ربنا لا شك. حبك للعمل اللي انت بتقوم بيه، يعني لما انت تحب شغلك اكيد هتنجز فيه. فانا وانا حقيقي يمكن بدايه الصحفيه دي خلتني اشوف العمل الاعلامي بمنظور اخر الحقيقه. وتربيت انا على ايد الاستاذ رشدي ابو الحسن، كان صحفي في صباح الخير. خلي بالك مجله صباح الخير كانت من المجلات الرائده في تعليم الشباب كصحافه، واحنا كنا سعداء جدا. بس هو كانت بتثقل الموهبه. طبعا يعني هي وروزا اليوسف بصراحه. وانا على فكره اشتغلت في معظم الجرائد، يعني الثلاث سنين الاولانيين من حياتي الاعلاميه اشتغلت في صباح الخير وروزا اليوسف واخبار اليوم، لان انا كنت واضح ان دي طبيعه يا مدام هدى ان حضرتك بتحبي تشتغلي في اكتر من مكان عشان تلمي. بص هقول لك على حاجه. لما كنت سنه ثالثه في الكليه انا كان استاذي سنه ده سنتين الاستاذ الدكتور الله يرحمه جابر العصفور اللي بقى بعد كده وزير ثقافه. صحيح. ده كان استاذي، انا كان بيديني نقد ادبي. هو كان شايف فيا ان انا عندي فكر متقدم، وقسم اللغه العربيه في كليه الاداب ده كان منقسم 2. قسم متقدم اللي كان الرائد بتاعه الدكتور طه حسين ودكتوره سهور القلماوي، طبعا اسماء. طبعا. وقسم تاني راجع شويه بفكره زي الدكتور بقى السيوري الله يرحمهم جميعا. فدكتور جابر كان والدكتور جابر كان تلميذ طه حسين في فكره المتقدم. فراح قال لي ايه، انا عايزك تبقي معانا في الكليه عشان فكرك ومش عارفه ايه، فعايزك تستمري في التقدم بتاعك عشان تبقي معيده. فرحت انا قلت له بص يا دكتور، انا طبعا شيء يسعدني وكده، بس انا بحب الصحافه قوي. انا عايز انطلق. لا انا بحب الصحافه، عايز انطلق. قلت له التدريس يمكن ما يناسبنيش، هيقوقعني. فمن هنا بدات بقى وانا في طالبه في الجامعه، يعني وانا في سنه كنت بقى احضر ندوات واحضر. كل التحيه طبعا لقسم التدريس في الجامعه او اي مدرس طبعا. ولكن انا انا قلت له انا يعني بقول لك شوف، حتى الدكتور جابر العصفوري يعني كان بيعتبرني تلمسته بسبب الفكر والنقاش والحاجات دي. فده اللي كان بيساعدني في عملي. نمرة 2 بقى، وده الأهم، يمكن دي نمرة 1، إن أنا اتجوزت الباشمهندس عباس. ما كانش معوق ليا أبدا، بالعكس كان دافع ليا إن أنا أتقدم. مهم جدا. وما كانش يعني بصراحة كان بيساعدني. هو كمان على فكرة كان راجل مثقف جدا، وكان راجل ما شاء الله فكره، يعني كان يقرا الكتاب 800 صفحه في 3 ايام. يا مدام هدى احنا كنا بنحبه من كتر كلام حضرتك عليه. هو كان يتحب والله، في حاجات كتير حلوه، وعمره ما زعلني، وعمره ما اغضبني، وعمره ما حرمني. بسم الله ما شاء الله. الحقيقه يعني ربنا يرحمه رحمه واسعه، هو في الجنه ان شاء الله. امين يا رب. وعلى فكره كان دايما يقول لي لما هموت انت هتبقي زوجتي في الجنه. قلت له كمان يعني عايزني اعرفك في الجنه؟ ده لو انا دخلت الجنه. الله يرحمه. امين يا رب. نرجع بقى للبرامج. انا شفت في البرومو انك احنا اتكلمنا على وجها لوجه. ليالي اسكندريه ده مش بتاعي عشان واحد يقول اللي ليه واللي عليه.
ده رجاء بسيوني حبيبتي ربنا يديها الصحه. مدام رجاء بسيوني كانت أستاذتنا مديره كانت القديرة. مديره الاذاعه، وجت كان في لقاء معاها مع انتصار شلبي، ولما رجعت قالت لنا طلبوا منها يعني كالعاده كان في اجتماع رؤساء محطات يعني، فطلبوا منها تعمل البرنامج ده. فالبرنامج كان واخد خط تاني خالص. انا يعني البرنامج كان له خط، انا خليته خط تاني خالص، فكر تاني شكل مختلف. لا مش فكر، هي الفكره بتاعتهم، بس انا اديته الهدف التاني خالص بتاعي برضو عشان احوله للمواطن ومسؤول، برضو نوع من انواع الخدمات. ايوه. بس كان معايا بقى الزميل حبيبي ربنا يديله الصحه عبد الكريم مخيون، استاذنا الجميل استاذ عبد الكريم مخيون. اللي حصل ان انا وهو على فكره احنا اشتغلنا شغل، انا 3/4 شغلي كان مع عبد الكريم، كل الزملاء اشتغلت معاهم، كل واحد برنامج الا عبد الكريم ده 4-5 برامج. بسم الله ما شاء الله. وفضلنا مع بعض لغايه ما طلعت معاك. ايه؟ خليهم 5. خليهم 5. عبد الكريم بقى كنا بننزل الشارع. هو الفكره بتاعت البرنامج ان انت تجيب حد يعني في المجتمع من علية القوم، سواء كان دكتور في الجامعه، ايوه صفوه المجتمع، وتعمل معاه لقاء في الاستوديو وتعملوا اغاني. احنا كنا بقى بننزل الشارع انا وعبد الكريم واحنا ماشيين، اي حد اروح انا بقى ليا لما بيقولوا عندي يعني زي ما بيقولوا كهرباء كده بيني وبين الناس. حلوه كهرباء في كيمياء. اعزائي المستمعين الحقيقه بنستمع لبعض الالفاظ الجميله النهارده، وانا مش عايز اقول لحضرتك لما كنت بتحب حد كنت بتقولوا له يا ايه؟ يا موقوف. شكرا. انا بحبكم كلكم بس طبعا. مش كلكم مواقف. ده كان اكسبريشن كده. اكسبريشن. فكنا ننزل الاقي حد ماشي اوقفه واقدم له نفسي وعبد الكريم معايا ونبدا نشتغل. يطلع دكتور في الجامعه في العيال الاسكندريه، يطلع بقى دكتور في الجامعه، يطلع مواطن عادي، يطلع دكتور بشري نستفيد منه من خلال عمله. حلو. يعني يعني مثلا دكتور في الجامعه، حضرتك كليه ايه مثلا، يقول انا مثلا اداره اعمال، طب المفروض الطالب نحول الموضوع لانه هو واحد بنلتقي بيه وانت عامل عارف الى خدمه الى خدمه نأديها وكنا نعمل. هي كانت مره في الشهر. برنامج تاني برضو يمكن اكون بس انا ما غفلتوش ولا حاجه، كان مع الزميله نيديليا ابو شبانه ربنا يديها الصحه والعافيه. فينا الفاضله الشاطره جدا. قافله العطاء. قافله العطاء. قافله العطاء. قافله العطاء دي انا اخدتها، كنت مره في مؤتمر ولقيت كان المؤتمر طبي، فكان وزير الصحه كان سلام بيقول يعني بيطلب من وكيل وزاره الصحه هنا في اسكندريه انه يعمل حاجه اسمها قافله. دي بقى كانت بدايه العطاء بتاع حسني مبارك عشان كان هينتخب سنه 2008. انه يديهم يعمل لهم قوافل طبيه تجوب النجوع والكفور في اسكندريه والبحيره، احنا بنغطي البحيره، وتجوب الاماكن الشعبيه اللي ما عندهاش. في شغل كتير في هذه الفتره عموما. يعني الحقيقه الواحد يقول الحق. انا عملت بقى قافله العطاء دي، كانت ممكن تبقى قافله طبيه، قافله اجتماعيه، وقافله دينيه. المهم ان انا كنت بخرج انا ونيدلي اول ما حد، هم طبعا المسؤولين كانوا على تواصل معايا، ففي قافله مثلا في العمريه كنت اخرج انا ونيودلي ونروح نسجل كل اللقاء اللي موجود. كانت تبقى قوافل بقى طبيه بتديهم علاج وبتكشف عليهم مجانا. حتى انت بتدي فكره للمواطن ان الدوله بتعمل ده عشانك. صحيح. ان الدوله بتقدم لك خدمه. احنا قلنا ان احنا الاذاعه هنا حلقه وصل. حلقه وصل. طيب. والاغراق في المحليه يصل الى العالميه. الله. فعلا يعني هي لفظ صحيح جدا جدا جدا، لان انت حضرتك بتخدمي المكان بتاعك او المجتمع بتاعك، فعشان كده بتخرجي والناس بتبتدي تحس ان فعلا الاذاعه الاقليميه بتؤدي دورها. مدام هدى عندنا سؤالين تقليديين. في بقى معلش عشان عاطف ابو زيد. طيب. عملت معاه برنامج اسمه بصراحه وده كان في رمضان، وكنا برضو بنسجل مع بس ده كان مع المسؤولين في البحيره واسكندريه، يعني برضه في خدمه المجتمع هنا اسكندريه والبحيره. وجه الوجه كان مع الزميل ربيع السيد. استاذ ربيع. جميعا كلهم يعني كلكم اساتذه لينا يا مدام هدى. الله يكرمك. خلونا بقى نرجع لحاجه بحب دايما ان احنا يعني نتكلم عنها في كل لقاء.
بعد كل هذا الدور الخدمي الحقيقه اللي حضرتك كنت دايما مهتميه، حتى بتحولي الافكار اللي كانت بتهتم بالاشكال العاديه التقليديه الى خدميه. لازم. يعني دي حاجه طبعا تحسب لحضرتك. الله يخليك. تعالوا بقى كده نروح لجانب تاني شويه، وقلتي لي عندي موقف طريف. احنا عندنا في حاجه اسمها اطرف موقف واصعب موقف. نبتدي بايهما يا مدام هدى؟ نبتدي باطرف؟ لا خلينا في الاطرف. بلاش الاصعب خالص. لا الاصعب هنقوله برضه. ما نبتدي بالاصعب الاول بعدين نروح للاطرف عشان نضحك، ولا عايزه تزعلينا واحنا ماشيين؟ لا لا نبتدي بالايه؟ بالاصعب الاول. طيب هو انا بالنسبه لي كان اصعب موقف عليا في حياتي كلها لما الاذاعيه. ما هي طبعا في حياتي الاذاعيه. اني انا اتهمت. كان صعب جدا. اتهمت ان انا ده كان يعني انا حقيقي كنت يعني مش انا، ده مش هدى حمدي دي، ان انا بدون ذكر اسماء طبعا. لا 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 طبعا. انا اتهمت ان انا يعني تسببت في ازعاج او عايزه اقول ايه، عايزين نخطى الموضوع ده على فكره، لان واضح ان الموضوع صعب على حضرتك. نتخطى ونروح. ان انا يعني ضايقت زميله لدرجه ان الزميله حصل لها ضرب في بيتها، وان انا اللي تسببت. انا كنت زعلانه من نفسي، واللي اتهمني الاتهام ده الحمد لله طلعت يعني على طول ظهرت الحقيقه. وده كان اصعب موقف في الاذاعه. مهم في حياتي الاذاعيه الانسان يكون انسان. لا ما انا وما دافعتش عن نفسي على فكره. ربنا سبحانه وتعالى اظهر الحقيقه. والحمد لله الزميله اللي وصل لها الكلام ده جت واعتذرت لي وقالت لي الاعتذار من شيم الكرام. طبعا طبعا. نروح لاطرف موقف سريعا، مش عايزين نعيط. اطرف موقف بقى عايزين نعيط ضحك. كان عندي مؤتمر مع الجوصاكي. مع الجوصاكي. اياميها كان الجوصاكي موجود. وبعدين كان في خلاف بينه، كان التلفزيون في خلاف بينه وبين التلفزيون. وده كان من حسن حظي، فحب ان هو يعمل ايه، يغيظ التلفزيون. فقالوا له دي مدام هدى حمدي على البوابه ندخلها. قال لهم دخلوها بسرعه. هو يمكن هو ما يعرفنيش قوي. فرحت وسجلت معاه، وانا بسجل معاه وقاعده في فندق في فلسطين. اصل فندق معروف يعني بتاع المنتزه. قاعد قصادي واحد عمال يشرب ازازه كوكاكولا ولا ما اعرفش ايه، تونيك. لا كان بيشرب تونيك. شكرا. انا رحت ايه بعد ما خلصت مع المحافظ، قلت بقى ده الراجل ده شكله له شكل كده، اما اروح اجيبه عشان انا عايزه بقى احظى باللقاءات يعني. فرحت عديت عليه كده وقلت له ايه، شكلك كده مهم جدا. راح ضحك. قلت له تقريبا انا شفتك قبل كده في المحافظه، انت حاجه كبيره في المحافظه. فراح قال لي، قلت له انت اسم حضرتك ايه؟ قال لي احمد كمال. قلت له طيب انا هخلص مع ست المحافظ واجي اسجل معاه. بصيت كده عليه ما لقيتهوش موجود. بعد ما خلصت روحت البيت. انا دايما اسمع النشره بتاعت الساعه 9 بالليل. شفتوه في التلفزيون؟ والساعه وبيجيبوا بعد كانت الساعه 9 او لا الساعه 6، وهيجيبوا لقاء في مجلس الشعب. تمام. الاقيه مين؟ زكريا عزمي. شكرا. قلت له يا عباس تخيل ده زكريا عزمي اللي انا قابلته. انا قعدت بقى جيت حكيت هنا فقعد كلنا سمعنا هذه القصه بس ما كنتش متذكرها. هل فكرت؟ لا واحمد وائل بقى قعد احمد وائل الله يديله الصحه يا رب. قاعد يقول لي ده لو كان عرف ان لو كان جاب قراري كان زمانك المهم ان هو كان زكريا عزمي. وده كان اطرف موقف ليا في الاذاعه بصراحه. مدام هدى، يعني نرجع بقى تاني للبرامج والحاجات اللي دايما حتى في ليالي اسكندريه كان برنامج له خط تاني. انا سعيد جدا بهذه النقطه الحقيقه، ان حضرتك قدرتي تحولي حتى البرنامج اللي بيسموه منوعات الى برنامج خدمي. هل ده كان اسلوب حضرتك دائما في الشغل وفي العمل؟ انا احب دايما اخدم. يعني انا دايما اقول ايه يا خالد، ممكن انا ما عنديش الاموال اللي اقدر مثلا اتبرع بمليون و2 مليون زي رجال الاعمال وبتاع. انا عايزه ده كله يبقى في ميزان حسناتي. طب ايه اللي ممكن انتفع به الناس؟ ان انا بقى واصله لمسؤول. ما المسؤولين مش هيقولوا لي لا، هيخافوا مني على الاقل عشان انا اذاعه، هيعملوا نفسهم بيحققوا المراد. يبقى انا افدت المواطن الغلبان اللي مش قادر او الغير قادر اللي مش قادر يوصل للمسؤول ده ويحقق له امنيته او يحقق له رغبته او يحقق له الحاجه اللي هو عايزها. يبقى انت اداه لده.
انت كمذيع، انت كمعد، انت كمندوب اخبار، انت ليك شأنك عند التنفيذيين. يمكن ده مدام هدى جه من حب العمل، ولا كإنسانة حابة ان تشوف الناس كلها مستريحة قدامك؟ يعني النقطة دي برضو مهمة قوي. هل ده من منطلق عملي كمذيعة او معدة او برامجية داخل إذاعة الإسكندرية الإقليمية اللي فعلا بتحب تساعد الناس، ولا الموضوع إنساني في لا هو بص، انا ده طبيعتي ان انا احب، وانا عايز اكد على الحته دي والله مدام هدى. دي طبيعتي على فكره. انما العمل اثقلني طبعا. يعني هو برضو بيرجع لايه؟ قناعاتك. انت مقتنع انك لما هتعمل العمل ده هتوصل للي انت عايزه ولا لا؟ هو مش في ناس بتشتغل في المنوعات، كل المنوعات دي عباره عن ايه؟ اغاني، لقاءات مع فنانين، مش كده؟ هم شايفين ان دي الحاجه اللي بيأدوها وبتبرز موهبتهم او بتبرز هم بينقلوا حياه الفنانين كهم. يعني الفنانين دول ناس دي قناعه بالظبط. انا بقى قناعتي طول عمري احب. انا حتى كنت يعني مش انا دلوقتي على المعاش وما عنديش، مش شايف ده بصراحه. لا يعني ما عنديش برضو اتصالات، ومع ذلك اي حد بيطلب مني خدمه انا بروح بصفتي الوظيفيه. يعني انا معايا كارنيه بيقول ان انا كبيره مذيعين، يعني انا بشتغل في الاذاعه والتلفزيون. اي مسؤول على فكره هتروح له مالهوش علاقه بالمعاش وغير المعاش، له علاقه انك انت بتشتغل في الجهه دي. وبرضو انا حتى في الجهه دي انا مش بكذب ولا بنافق ولا اي حاجه، انا بالعكس، بس انا عايزه احقق امنيه هذا الرجل اللي انا موجوده في هذا المكان. وانا فعلا موجوده. ليه ان هم بيديني يعني يعني انا بقى لو يعني موضوع بقى زمان كان في فاكر فتره كده ان اللي يطلع معاش عندنا يستمر في الاذاعه، عمل فتره مش كده؟ يمكن دلوقتي موجود شويه بس مش زي الاول، كان مقابل، لكن دلوقتي من غير مقابل. وانا يمكن كان عندي الرغبه ان انا استمر، كله كان عنده الرغبه الحقيقه استمر حتى من غير مقابل. بس انا عشان لولا يعني تعب جوزي وان انا كنت قاعده جنبه فما كانش ينفع ان انا اعمل ده. بس انا الحمد لله والشكر لله بقدر، ولغايه دلوقتي والله يا خالد بروح لاي مسؤوله في القاهره. شوف انا قاعده في القاهره واي حد غلبان او غير قادر او عايز اي حاجه واروح للمسؤول، ربنا بيوفقني وبيحقق له اللي هو عايزه. عايز ارجع اقول حاجه مهمه جدا، اللي فيه طبع ما بيتغيرش. طبعا يعني الى الان لما حضرتك بتروحي وبتيجي وساعات بيجي لك افكار، تمنيتي ان لو حضرتك زي ما بتقولي كده حتى انت مش موجوده دلوقتي ده كخدمه، تمنيتي انك ترجعي تاني عشان تكملي دورك يا مدام هدى؟ بص انا هقول لك حاجه مهمه جدا. اصل انا عايز اقول الاعلام يا جماعه دوره ما بينتهيش. هو ده اللي انا كنت لسه هقوله لك. الاعلام، الانسان اللي بيشتغل سواء كان بيشتغل صحافه او بيشتغل اذاعه او تلفزيون وداخل العمل بمحبه، عنده الرغبه. في فرق ما بين انك تخش كوظيفه هيكليه اجتماعيه تديك ثقه الاجتماعي، وفي فرق ما بين انك انت تخش وانت فعلا عايز تشتغل العمل ده. محتاج يعني حاجه تثقل فيها بس موهبتك دي. يعني انت عندك رغبتك تشتغل مذيع او ده، مش عشان تشتغل مذيع عشان الشكل الاجتماعي، لا، عشان تعمل تحقيقات، تحقق اهداف وتخدم الناس. ده اللي بيبقى ماشي معاك، متوافق او متوافق، مش متوافق، لا متواصل بيك، انت بتتواصل بيه. الاعلامي ما بيطلعش معاش. ما انا حاجه مهمه مش انا قاعده في البيت دلوقتي وانا ما بشوف حاجه او بقعد انقده واقول لا ده كان المفروض يعمل كذا، ده كان المفروض ما يقولش السؤال الهايف ده كان ليه. انت ربنا يستر ما اكونش انا من ضمنهم. لا 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 ده مش ليك على فكره والله على الهوا كده. لا بص انا عايزه اقول لك الاذاعه هي الام لاي اعلام. هي الصحافه طبعا الام الاولانيه، دي الصحافه دي اول حاجه. لا مفيش حاجه بتلغي حاجه. المشكله في التلفزيون على فكره ان في بعض الهنات، انما الاذاعه بيخرج منها الاساتذه. الاذاعه اصلا انت اصلا كمذيع مش هتخش كمذيع الا بعد امتحان، صح ولا لا؟ وامتحان قاسي جدا، 2 إلا ربع. لا وقاسي، كان 2 إلا ربع قاسي جدا. ده صحيح. وثقافه ومعلومات، يعني معلومات ثقافيه دينيه سياسيه اجتماع، صح ولا انا غلطان؟ ده كلام صح طبعا. فالاعلام ما بيطلعش يعني الى الان لما حضرتك بتقعدي تشوفي حاجه معينه، طب ليه هو ما عملش بالشكل الفلاني؟ ليه ما سالش السؤال؟ مثلا كان في سؤال مهم ممكن يساله هنا وحضرتك بتتفرجي او بتسمعي راديو.
الراديو مهم برضه، انا بحب. واولاد حضرتك بقى بيقعدوا يكونوا معاكي في هذا الامر وبيستمتعوا بده يا مدام هدى، ولا بيقولوا لحضرتك هم إيه؟ اولادي ولا بيقول لك ما تلغوشيش علينا عايزين نسمع؟ لا لا لا، احكي لنا بقى، انا جاي اهدي النفوس. لا. اولا انا ابني الحمد لله ربنا يديله الصحه، محمد بقى مقدم في الجيش. بسم الله ما شاء الله. وهو دلوقتي على حدود السودان. ربنا يا رب يديله يا رب الصحه. يأمنه. وجنودنا الاقوياء دول الحقيقه دايما درع لينا. ربنا يكرمه يا رب. ربنا يبارك لحضرتك فيه. وبنتي الحمد لله ربنا وفقها وبقت دكتوره تحاليل، بس عايشه مع جوزها في دبي. انا قاعده مع مامتي في القاهره، وكان جوزي الله يرحمه مات من سنه رحمه الله عليه. اخواتي بقى واهلي وكده بيشوفوني حاجه كويسه، يعني طبعا يشوفوني ان انا يعني ايه متميز. شوفوا دي حقيقه يا مدام. لا الله يخليك، دي حقيقه طبعا. وممكن بقى ايه يسمعوا الراديو عشان جميل. بنكتسب مستمعين جدد. يسمعوا الراديو عشان بالعكس. لا هم دايما يقولوا، حتى جيراننا على فكره دلوقتي يقولوا لي ايه، احنا بنسمع الراديو احسن من التلفزيون. ده حاجه وده حاجه طبعا. هم يقصدوا المعلومه. بص يا خالد، صحيح. الاذاعه بتدي معلومه حقيقيه، صح، وبتدي فعل حقيقي، ما بتديش كلام هراء. بالعكس، ده بتدي حاجات يعني ركيزه موجوده. عمرك ما تقدر تقول معلومه غلط، ولو قلت معلومه غلط هتتحول لتحقيق. صح ولا انا غلطان؟ ده صحيح. لازم تقول. نقاش شديد طبعا. انا كنت شوف كل البرامج اللي انا عملتها دي في حياتي، كنت قبل ما اعمل اي برنامج او اول ما اقول لو انا هكتب فقره كده تتقال يقولها مثلا الزميل عبد الكريم قبل ما نذيع اللي احنا سجلناه، او الزميله نيوديليا او اي زميل في بحث شديد جدا، لازم اكون كاتبه الكلام وراجعه لكذا حاجه عشان اتاكد. ليه؟ لان لو قلت كلمه غلط انا هتحملها. عشان كده الاذاعه طبعا مهمتها الصراحه والوضوح، والخبر الحقيقي. يعني احنا طبعا بنقدم كل التحيه لزملائنا الصحفيين. الصحافه صرح كبير طبعا، الاذاعه صرح كبير، التلفزيون صرح كبير، وكلنا خلي بالك انا تتلمست على يد مصطفى امين الله يرحمه، صحفي كبير طبعا. اسم كبير. ومكرم محمد احمد الله يرحمه. دول اسماء يا جماعه طبعا اكيد كلكم حضرتك تعرفوها اكتر مني انا، وعارفين دورهم قد ايه. واكيد لما مدام هدى حمدي بتقول انها تتلمذت على يد هؤلاء العظماء، الحقيقه بنفتخر بان احنا نقول مدام هدى استاذه من اساتذتنا الحقيقه، اللي اثرت فينا وعلمتنا داخل هذا المبنى من خلال سنين عشناها مع حضرتك. الله يكرمك. مدام هدى حمدي، استمتعنا بهذا الوقت القصير. الوقت يقتل للاسف، دائما الوقت لا يمنحنا نقول ايه الساعات اللازمه للكلام والحديث مع اساتذتنا. استاذه هدى حمدي، بتقدم لحضرتك بالشكر ودوام الصحه والعافيه. اشكرك جدا، بقدم شكر ليك انت شخصيا انك فكرت فيا. طبعا يا مدام هدى. بقدم لكل الزملاء اللي اشتغلت معاهم واللي كانوا منهم اساتذتي امثال مدام عفاف المعداوي ورجاء بسيوني واصحابي وحبايبي كلهم اسماء كبيره. وبقدم الشكر والتحيه لقطاع الهندسه اللي دايما حبايبنا، ومهندس الصوت بيظبطنا ونقول له محمد فوزي عاجبه الكلام. محمد فوزي ده حبيبي، ده بيغني من بره. ونبوي وكل حبايبي، بشكركم جميعا. كان يوم سعيد جدا في حياتي، او ده بقى يا خالد هيبقى اليوم المبهج الجديد في حياتي. والله سعداء بده يا مدام هدى، وسعداء بوجود حضرتك. بنشكرك مره ثانيه وثالثه. كل الشكر والتقدير للفنان الجميل محمد فوزي، دائم الابداع. بشكرك محمد فوزي. اعزائي المستمعين، كل الشكر لحضراتكم على حسن الاستماع. نلتقي بحضراتكم الاسبوع القادم ونجم جديد وضيف جديد واساتذه FM. كان معاكم خالد السيد.